تريث قليلا حتى نخصص موضوع إن شاء الله بخصوص مفهوم الاستشعار ما هو. صدقني أن تعريفك يجب أن يكون في الصميم، لأنني أنتظر تعريفك هذا بفارغ الصبر، وستكون الحلقة الأخيرة، كن على يقين. فما ينتظرك في هذا الفيديو فقط سيمحوك من السبورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمجرد وقوفك في مكان مثل هذا وقبل أن تحمل السيخ قد وقع الاستشعار، وقد حددت الأهداف بالإرسال والاستقبال الجسدي الفكري. فبالمختصر المفيد كل ما قدمناه من دروس يختصر في هذه الكلمات. هنا قد تم تحديد الهدف دون أو قبل استعمال الأسياخ، بعدها يأتي دور السيخ في ترجمة ما حدد فكريا بحركات نميزها بتحديد نقطة الصفر. هذا كل ما لدينا من استشعار وكل ما شرحناه قبل اليوم، وأردنا الاختصار لمن لم يفهم. إذا اختصرت تعريفك للاستشعار بعد أن تعرفه وتجلس سنوات إذا عرفته في دقيقة في فيديو قصير مثل هذا، أعدك أنني أنا من أعتزل، ناهيك عن تحريكك للأسياخ في الميدان. صراحة ونسيت شيء آخر. أحد الأشخاص، وسأترك لك الرسالة في الواتساب، وردني أيضا وأنت تتكلم أظن على الموجات الكهرومغناطيسية، الموجات المغناطيسية آلية، لم أفهم. المهم تضارب كبير بينك وبين الموجات الكهرومغناطيسية. يقول ماذا يقول؟ يقول أن الموجات المغناطيسية والكهرومغناطيسية في الطبيعة لا يتعدى طولها إلا 30 متر. أأنت جاد؟ نأتي الآن إلى الانتقاد عن حقيقة وبالحجج الدامغة، وهذا ما جعلني أتحدث في هذا الفيديو الخاص بالانتقاد. تابع الفار ماذا سيقول، وأرجو أن تستعمل مثل هذا الانتقاد أنت وجميع من لديه قناة بهذا الأسلوب لكي تنجح. هذه نصيحتي لك. قلنا أن التفاعل أو الإرسال والاستقبال لدى حامل السيخ يعتمد على قراءة الموجة أو الإشعاع أو التردد، وهذا شيء شرحناه مرارا وتكرار ومفروغ منه. عندما تحمل السيخ قلنا أنه يتعامل من بعيد لمسافات طويلة تفوق 100 متر مع الموجة، وطبعا المجالات المغناطيسية لا تصل، أو المجالات الكهرومغناطيسية لا تصل إلى المسافات البعيدة، مداها أو حجمها لا يصل إلى أكثر من 30 متر، وقد كنا قد نوهنا إلى ذلك وتحدثنا عنه. أظن أن عندك مشكل في الفهم. الموجة والمجال المغناطيسي والكهرومغناطيسي واضح في هذا المقطع. لم نقل أن الموجة طولها لا يتعدى 30 متر. أنت مفهومك ناقص، مفهومك أصفار، عدة أصفار إلى جنب. وسيأتي في هذا المقطع الباقية التي تقضي على ما قلت من كذب، فنحن عندنا البرهان والحجة. الموجات الكهرومغناطيسية تنتشر لبعد عشرات المئات من الأميال، ومن خلال الفيديو يتضح على أنك أيها الخبير الجميل، انظر إلى كم الاحترام الذي أقدمه لك، يتضح على أنك لا تفرق بين المجال المغناطيسي وبين المجال الكهرومغناطيسي. ما دخل الموجة في المجالين؟ ما دخلهما في بعضهما؟ تريد تفسير المجال المغناطيسي وحده فسره، تريد تفسير المجال الكهرومغناطيسي وحده فسره، تريد تفسير الموجة والتردد فسره. ما دخل هذه الثلاثة في بعضها البعض؟ أنت عندك مشكل في الفهم. حاول أن تفهم من هذا الفيديو، حاول أن تسترجع قواك العقلية وتفهم من هذا الفيديو. تابع. ونكرره بشكل أكثر وضوحا وأكثر تفسيرا وأكثر تحليل. لاحظ أخي شكل المجال المغناطيسي لما يكون المعدن تحت الأرض، يكون بهذا الشكل. هذا هو المجال المغناطيسي، له قطبية وهو واضح. وهذه الحلقات التي ترونها
هو شكل أو حجم الإشعاع الصادر عن الطاقة أو المجال المغناطيسي الخاص بالمعدن أو أي مادة أردت البحث عنها بصفة عامة. هذه الإشعاعات التي تصدر عن المعادن وعن المواد تحت الأرض تصدر بشكل موسع نوعا ما، وقد شرحنا هذا قبل اليوم، يصل مداها تحت الأرض، وعند خروجها حوالي أو لا يزيد عن 35 متر في أقصى إصداراتها أو في أقصى حجم. هو طبعا هذا يرتبط بالكتلة والعمق والتفاعل الكيميائي للمادة مع المواد المحيطة بها. عند حملنا للسيخ على بعد 500 أو 600 متر أو 2000 متر للبحث عن شيء مهم، مادة معينة، معدن، فراغ، أي شيء، هل يمكن أن نستوعب بعقولنا أن السيخ استقطب، أو بالأحرى الطاقة الجسدية استقطبت المجال المغناطيسي الذي لا يفوق في أقصاته 20 أو 25 متر؟ إذا كانت الإشعاعات التي إصداراتها أكثر من الحجم المجال المغناطيسي لا تتعدى 35 متر، عند خروجها من الأرض تتفرق في جميع الاتجاهات، ولكن بشكل حجمي أقل بكثير من الحجم المحيط بالمعدن. هل تعلم لماذا أسميك الحمار الأبيض؟ لأجل ترهاتك. ها هو الفيديو أمامك، وسيأتي مقطع آخر لفيديو قبل 2 لشرحنا هذا، ولم يتغير شرحنا هذا. يوجد 3 أشياء نتعامل بها معها بالأسياخ. المعدن لما يكون تحت الأرض له إصدارات إشعاعية محصورة من التراب والصخور التي تحيط بالمعدن، يجعل إشعاعاته لا تتعدى 35 متر. المجال المغناطيسي للمعدن لا يتعدى 25 متر في أقصى حدوده، المجال المغناطيسي. تفهم؟ ذكرنا جزئين: المجال المغناطيسي والإشعاعات التي تكون صادرة من المعدن وهو تحت الأرض. الجزء الثالث هو الإشعاعات أو الموجة لما تخرج من باطن الأرض أو من التربة أو من الصخور وتتفرق في الجو أو في الهواء، تصبح تتعدى الآلاف الأمتار. هذا هو المفهوم الذي لم نغيره منذ سنوات. لماذا تكذبون؟ لماذا الكذب؟ المجال الكهرومغناطيسي ينتقل في الفراغ بناء على قيمة التردد وبناء على المعادلة سي إيغال لندا فوا ان. على غرارها تستطيع حساب الطول الموجي للموجة. المجال الكهرومغناطيسي ينتقل في الفراغ. المجال صار ينتقل. المجال الكهرومغناطيسي ينتقل في الفراغ. اللي يفهم. وقلنا في سالف الحلقات بخصوص الموجات الدماغية التي عبرت عنها بأشبه بالموجات الراديوية. نعم، شبهتها بالموجات الراديوية. شبهتها، أنت تقول شبهتها، ولم أقل هي موجات راديوية. شبهتها من حيث الإرسال والاستقبال، شبهتها من حيث اصطدامها بالحواجز، من حيث الاختراق. هذا كيف شبهتها، وليس كما فهمت أنت. تابع ماذا ينتظرك يا هذا. وهي أكبر بكثير من الموجات الراديوية، لأن الموجات الراديوية تقدر بالمايكرو هرتز. ماذا بالمايكرو هرتز؟ وصححها بالكتابة بالميلي هرتز. هو دائما ما يقرأ الام موجسكيل يحسب أنها ميلي أو ميكرو، بينما هي ميجا هرتز. أيها الحمار، أيها البغل، ميجا هرتز. تابع جيدا. جوجل ماذا يقول؟ أسهل طريقة لتعريف عن شيء: موجات الراديو هي نوع من الموجات الكهرومغناطيسية مع أطوال موجية في الطيف الكهرومغناطيسي أطول من ضوء الأشعة تحت الحمراء. موجات الراديوية لها ترددات تتراوح بين 30 هرتز و 300 جيجا هرتز، بينما الموجات الدماغية بالهرتز 1 هرتز يقارب 13,000 كيلومتر. سنتحدث اليوم عن الموجات الدماغية، ما هي وما أنواعها وكيف نستفيد منها. في البداية دعونا أخبركم عن دماغ الإنسان. الدماغ هو عبارة عن عضو كهروكيميائي
موجات بيتا ويفز من 13 إلى 39 هرتز. تظهر موجات بيتا بشكل كبير عندما يكون الدماغ بحالة وعي وإدراك ويقوم بتنفيذ وظائف ومهام متنوعة، وهي ترتبط جميعها بالإدراك الواعي الناتج عن الحواس، وتمثل أمواج بيتا حالة النشاط الدماغي. وعندما تنتشر عبر الدماغ فهذا يعني أننا نقوم بوظائف متنوعة مثل التفكير وحل المشاكل والنظر والاستماع ونتلقى التنبيهات المختلفة. تنقسم موجات بيتا بدورها إلى 3 أنواع. موجات بيتا المنخفضة، وهي الموجات التي تغطي الحزمة الترددية من 12 إلى 15 هرتز، وهي تمثل أخفض حالة من نشاطات اليقظة والوعي الإدراكي الدماغي. موجات بيتا المتوسطة، وهي الموجات التي تغطي الحزمة الترددية من 15 هرتز إلى 22 هرتز، وهي تمثل تزايد تركيز النشاط العقلي الدماغي. موجات بيتا العالية، وهي الموجات التي تغطي الحزمة الترددية من 22 إلى 39 هرتز، تمثل هذه الموجات الأفكار المعقدة وتعلم الخبرات الجديدة وحالات الإثارة الدماغية. أما موجات جاما ويفز أكبر من 39 هرتز. موجات جاما هي أسرع الموجات الدماغية وأعلاها من حيث قيمة التردد. تمثل موجات جاما حالة التركيز العقلي الشديد والتفكير المركز والمنظم، كما تمثل أيضا استجابة عدة مناطق دماغية من أجل المساهمة في عملية تفكير مركزة واحدة. رأيت كيف كشفت نفسك أنك لا تعرف شيء؟ 1 هرتز يساوي 13,000 كيلومتر. ماذا يعني لكم هذا يا إخواني؟ الهرتز بالكيلومتر. الهرتز هو كم دورة أو كم موجة أو كم ذبذبة في الثانية. هذا هو الهرتز، وهو وحدة قياس، مثله مثل المتر، مثل الكيلومتر، مثل الكيلوغرام، مثل الطن، مثل القنطار. وحدة قياس. ما هو الهرتز؟ هو وحدة قياس التردد، وقد سميت باسم العالم الألماني هنريك رودولف هيرتز الذي اكتشف الموجات الكهرومغناطيسية. الهرتز الذي معناه دورة على الثانية لا يستخدم فقط كوحدة قياس لتردد التيار الكهربي، بل يستخدم في التعبير عن شدة ذبذبات الصوت والاهتزازات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية وموجات الراديو. وأنت تقول أن الموجات الكهرومغناطيسية والمغناطيسية وكأنها وحدة طبق الأصل لا تتخطى 30 متر. سيكون إن شاء الله تعقيب أيضا على هذا الفيديو، فقط اتركه، لا تحاول طمسه ولا تحاول. المجال المغناطيسي والمجال الكهرومغناطيسي تقاس أحجامها بالميكرو تسلا أو التسلا، ولها جهاز خاص، ليس بالتردد، ليس بالهرتز. يا الحمار، تريدني أن أنزل المستوى؟ تابع، فأنا نزلت المستوى في هذا الفيديو، تابع جيد. ما هو الإثبات الذي يعطيك الحقيقة في هذه النظرية؟ الموجات الكهرومغناطيسية أو الموجات الترددية الصادرة عن الإشعاعات التي بدورها صادرة عن التفاعل الذي يخلق المجالات الكهرومغناطيسية للمادة، وهذا التفاعل قد يكون داخلي للمادة بحد ذاتها، وقد يكون مع المادة والمحيط، المواد المحيطة بها. لذلك يخلق هذا المجال المغناطيسي أو الكهرومغناطيسي، فيصدر هذه الإشعاعات، وبعد خروجها من المكان هذا المدفون أو الدفين، عند خروجه فوق سطح الأرض تتجه هذه الموجات في عدة اتجاهات. أنت بحملك للسيخ من مسافة طويلة تستقطبها ويسيرك السيخ إلى هذا. إذا كان السيخ في بداية الأمر يتفاعل مع الموجة، وعندما يقترب مثل ما يقولون يتفاعل مع المجال الكهرومغناطيسي، كيف للسيخ أن يغير من نظام البحث من تردد الذي هو وحدة أو تقنية خاصة تقاس بالأجهزة قياس تردد ويقاس بوحدة الهرتز، ويغير هذا النظام عندما يقترب ويبدأ يحسب حجم أو يتفاعل مع حجم المجال الكهرومغناطيسي الذي يقاس كذلك بجهاز، ووحدة هذا الحجم الإشعاعي الصادر عن المجال المغناطيسي بحد ذاته يقاس بالتسلا أو الميكرو تسلا. البحث والنقد يجب أن يكون على 3 أشياء، بغض النظر عن الانتقاد وبحث سريع وكراهيتك له. 3 أشياء. أول شيء، المعدن لما يكون تحت الأرض له مجال مغناطيسي، وبالتحفيز يصبح له مجال كهرومغناطيسي، وفي حالتين المجال يقاس بالتسلا أو الميكرو تسلا وله جهاز خاص، ومداه لا يتعدى 30 متر أو 35 متر كأقصى حد. ثاني شيء يجب دراسته والتيقن منه هو الإشعاعات الصادرة أو الموجة الصادرة عن هذا المجال. هنا نتحدث عن إشعاع أو موجة يقاس بالتردد، والتردد وحدته الهرتز. وثالث شيء الذي يجب دراسته هو عندما يخرج هذا الإشعاع من الأرض، من باطن الأرض، ويصبح في الهواء الطلق.
الذي نحن نتفاعل ونتعامل معه بالأسياخ في الجو، في الهواء الطلق. هذه 3 أشياء يجب أن تدرسها وتميز بينها لكي يكون عندك دراسة جيدة للاستشعار وحقيقية. نحن قدمنا نظرية لها دعم نظري، أما ميدانيا فنجحت معنا. يبقى شيء واحد لم أرد عليه، هو قضية التعليق للشخص هذا الذي ذكرته، سيرد عليك هو ويثبت لك أنه ليس بحث سريع. ثاني شيء هو قضية المعادلة لحساب العمق، الجزئية التي تخص 1.5 3/2. اشترطنا تفصيلها بشرحك أنت للاستشعار، ما تعرفه أنت وما جمعته في هذه 6 سنوات من تنقلك بين القنوات، تفسيرك أنت وشرحك أنت وتعريفك أنت للاستشعار. بعدها سننزل من أين استنتجنا هذا الرقم. أما الناقد متجول والشخصيات الأخرى فهذا الفيديو الذي سأتركه لك أتمنى أن تراه، وأتمنى من لم يرى أو يعرف بحث سريع عن حقيقته ولماذا ينتقد يرى هذا الفيديو لكي يعرف الحقائق التي حدثت منذ سنوات. والسلام عليكم ورحمة الله. كانت سنة 2000 أواخر 2017 بداية 2018 كان هناك طفرة في مجال استعمال الأسياخ.